بدقيق البيت العادي من غير فصل صفار ولا بياض هتطلع معاكي بارتفاع اكتر من 20 سنتي، وخمس طبقات كل طبقة هشة اكتر من التانية. كيكة اسفنجية هشة وناجحة تنفع معاكي تورت وجاتوهات. وبدقيق البيت العادي من غير افتكاسات ومكون واحد بس هيديكي الطراوة اللي ما حصلتش اللي انت شايفاها دي. هيخليها تطلع معاكي زي حتة القطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. علشان نعمل التورتيه الحلوه بقى او كيكه الاسفنجيه الحلوه بتاعتنا دي، يا هتستعملوا الكوبايه يا ريت اللي بقى لو متوفر ميزان. طيب ما عندناش ميزان، يبقى كوبايتين الا تلت من الدقيق المج العادي المتوفر في كل بيت. ولما بنيجي نستخدم الدقيق بتاعنا بنعاير بالمعلقه مش بالكوبايه. هنحتاج لكوبايتين الا تلت من الدقيق، كوبايه كامله من السكر البودر الناعم، ربع كوباية من النشا. وهسيب لكم المقادير تحت في أول كومنت بالجرام علشان لو فكرتوا تستعملوا الميزان. معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه تقليبة كويسة. ويا سلام بقى لو بعد ما قلبتوه كده انخلوه مرة ولا حاجة، ولو ما نخلتوش هو ناجح وتمام قوي. عايزة اقول لكم ان دي مقادير مضمونة 100%، على ضمانتي جربوها، متأكدة انها هتنجح معاكم من اول مرة. في البولة بقى بتاعة العجان او بالمضرب الكهرباء المتوفر عندكم استعملوه. هننزل خليط السبونج البيت اللي احنا عملناه مع بعض، مع 6 بيضات، نص كوباية مية، معلقة كبيرة من المحسن الجل. وهو ده المكون اللي هيفرق معاكم كتير جدا. هيخلي الكيك بتاعكم كده لونه فاتح وقوامه هش وفلافي زي الكيكات اللي بنشتريها من بره. وسعره مش غالي ومتوفر عند اي عطار جنبيكم هتلاقوه او في اي سوبر ماركت. ضربت الخليط بتاعي كده تقريبا 7 دقايق في المضرب الكهرباء، بالعجان سوري، لو بالمضرب الكهرباء هتضربوا الوقت اطول شوية لان سرعته بتكون اقل. ولحد ما ناخد بقى قوام كده للخليط زي الكريمة الشانتيه مثلا اللي بنعمله للحلويات. هندي تقليبة بسيطة كده بأي سباتولا، بأي سوري أي خلة أو أي عود شيش عندنا علشان نفرغ الهواء. صينية مقاس 18 لحد مقاس 26. الخليط ده حلو، كل ما هنقل بمقدار الصينية هنقل بالوقت وهنقل بالطبقات. الصينية بتاعتي كانت مقاسها 18، خدت في الفرن 35 دقيقة، طلعت معايا اللهم بارك 21 سنتي بالظبط. عايزة اقول لكم انها هشة جدا. سبتها بردت على جنب حوالي نص ساعة او ساعة قبل ما اقلبها من الصينية بتاعتها واخرجها. وبعد كده بدأت ان انا اقطع. طبعا لو انتوا قادرين تسيبوها وقت اطول هيكون احسن. علشان تقطعوها بشكل متساوي بنستعمل منشار الكيك، وده متوفر برضو وسعره مش غالي بالمناسبة. طب انا ما عنديش منشار، يبقى انا هجيب اي حاجة انا محتاجة اكون اخد مقاسها زي كتاب زي سكينة، وبمسك السكينة بتاعتي من الناحية التانية وبقطع الطبقات بتاعتي لحد ما ناخد احلى كيك سفنجي ممكن تعملوه. استنوا بقى فيديو التزيين علشان تشوفوه، وفي افكار كتير قوي هتعجبكم. وبصوا اللهم بارك، مفيش وش ملزق، مفيش كل حاجه من دي.